مسجد ومدرسة السلطان حسن. المسجد اللي اتبنى قدام قلعة الجبل في ميدان الرميلة، وكان موضع هذا المسجد قصرين: قصر لأمير اسمه يالبغ اليحيوي، وقصر اسمه الطنباغ المرداني. كان مقر أن يكون للمسجد 4 مآذن: مأذنتين الموضحين في أول الفيديو، ومأذنتين فوق الباب الموضح بالفيديو. ولكن عندما قام السلطان على بناء المأذنة الثالثة في يوم السبت 16 ربيع الآخر سنة 62 و700، فسقطت المنارة التي كانت أعلى الباب، ومات تحت هذه المأذنة حوالي 300 طفل من الأيتام كانوا يتعلمون في الكتاب. حينها أنشد الشاعر السبكي بيت شعر: إن المنارة لم تسقط لمنقصة، لكنه لسر خفي قد تبين لي. من تحتها قرأ القرآن فاستمعت، فالوجد في الحال أداها إلى الميل. لو أنزل الله قرآنا على جبل تصدعت رأسه من شدة الوجل. تلك الحجارة لم تنقدم بل هبطت من خشية الله للضعف والخلل. وغاب سلطانها فاستوحشت ورمت بنفسها لجوف القلب مشتعل. فالحمد لله حظ العين زال بما قد كان قدر الرحمن في الأزل. لا يعتري البؤس بعد اليوم مدرسة شيدت بنيانها بالعلم والعمل. ودمت حتى ترى الدنيا بها امتلأت علما، فليس بمصر غير مشتغل. والمسجد مبني على طريقة الإيوانات: صحن أوسط مكشوف يحيط به 4 إيوانات، وطبعا المنبر والمحراب المجوف ودكة المبلغ وقبة الدفن التي كان من المقر أن يدفن بها السلطان حسن، لكنه لم يعثر على جثمانه ودفن به أولاده. ما تنساش اللايك والشير واعمل متابعة للصفحة ليصلك كل جديد من فيديوهاتنا عن الآثار الإسلامية المصرية. سلام.